ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، كنت قد ذكرتكم بأول ركن من أركان الحج، ألا وهو النية. النية أول ركن من أركان الحج، يترافق مع هذا الركن واجب ينبغي أن يفعله الحاج، وهو واجب خلع المخيط ولبس الإحرام. هذا فيما يتعلق بالذكور. أما الإناث فيترافق معه واجب آخر مع فرض النية وركن النية، ألا وهو كشف اليدين والوجه، فإحرام المرأة في وجهها وكفيها. إذا لبى الحاج قال اللهم لبيك بحج وعمرة، ينبغي أن يكون، أو لبيك بحج، ينبغي أن يكون قد خلع المخيط. الرجل ذكر يخلع ثيابه كلها. وإذا كان السفر في الطائرة يكون هذا الإحرام في المطار قبل الصعود للطائرة، لأنه يتعذر فعل ذلك في الطائرة ويكون فيه مشقة، وربما يكون فيه شيء من الضرر في الطائرة، يعني أن يقف في الطائرة ويخلع ثيابه ثم يلبس لباس الإحرام، هذا فيه صعوبة. في المطار يخلع الرجل كامل ثيابه ويرتدي المنشفة، الإزار، ويرتدي الرداء. المنشفة، الإزار، والرداء. والمرأة تخلع القفازين إذا كانت تلبس القفازين، الكفوف يعني، وتخلع النقاب إذا كانت تضع النقاب على وجهها، ترفع النقاب عن وجهها. فإحرام المرأة في وجهها وفي كفيها. بذلك يكون قد دخل في أول ركن من أركان الحج، وهو نية الدخول في النسك. سأبين أنواع النسك. ويكون قد خلع المخيط ولبس لباس الإحرام، والمرأة كشفت وجهها وكفيها، يكون دخل في النسك. إذن الركن هو النية، يترافق معه واجب من واجبات الحج، والواجب إذا تركه الإنسان عليه دم. إذا كان تجاوز الميقات دون أن يحرم، إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم، أو عليه دم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعافية.